بحر وطلعت من هناك هي ومع امها بتناشد في حميتي واتبرت من ابوها. قالت له الان في مؤامره علينا، قالت له في مؤامره عليهم من قطع البحر. مشوا من قطع البحر، مشوا كمبالا. خلاص قصه جنجويد بهناك انتهت. يطلعوا نستلمهم بهنا. انا رسالتي للقياده تحت الجيش وللاستخبارات، نحن عندنا آلاف مؤلفه موجودين في السجون هناك والمحتقلات. استلموا الجنجويد اللي بهناك ديل وتعالوا قايطوهم، لانه لو خديته معاك خازوك، ولو مشى بهناك ساي مجاني. لو جبته معاك خازوك، تاخدته معاك خازوك، مهما سويت له، مهما عملت له. الجنجويدي جنجويدي، الجنجويدي جنجويدي، مهما سويت له. استلموا عندنا ضباط من اول يوم محتغلين، عندنا جنود من اول يوم محتغلين، عندنا ناس كثيره محتغله من اول يوم، اهلهم بيبكوا ليل نهار. نستفيد من الفرصه دي، نستفيد من الفرصه دي. عدد الجنجويد كم؟ يدوكم الناس اللي في السجون كلها، سلمون لهم، استلمون. اساسا احسن من يمشوا لهم بالمجان، ولا نخلوهم يمشوا تشاد، ولا يمشوا وين؟ مشوا تشاد معناتها بخشوا بالمجان بهناك. مشوا اي منطقه معناتها بخشوا اثيوبيا بالمجان. الناس ديل تسلمون لهم، ادوك ناسك. السجون اللي قاعدين في نيالا مليانه، والناس هناك الناس حالتها صعبه عديل، الناس حالتها صعبه. ما ندون لهم بالمجان. قصتهم انتهت من قطع البحر، موضوع خلص. الفتره الجايه حيصير، لانه روايتهم انتهت. حتى دوله الشر ما حتجتهد كثير عشان تخرب العلاقه، لا خلاص. قنعت من حاجه اسمها دعم سريع، انتهت منه. بالنسبه لها الان الدعم السريع انتهى، بقى من الماضي. الان حتجيك عن طريق دول، حتشتغل معاك عن طريق الدول، اثيوبيا، جنوب السودان. لكن تاني دعم سريع ما في، انتهى. خلاصه دعم سريع انتهى خلاص. عقوبات انتربول بعد شويه، عبد الرحيم بعد شويه حيكونوا مصيرهم قاعدين في اثيوبيا وفي جنوب السودان. القصه بتاعتهم انتهت، القصه بتاعتهم انتهت. يعني تاني زول المعتمد على دعم سريع وياكل منه ويسترزق منه، نقول له وطاطك اصبحت. شوف لك شغله سايق ضاها. لو دار تمش تشتغل اشتغل، لو دار تعمل اي حاجه اعملها. القصه بتاعت تاني قون يحول لك وده يحول لك، النقاطه دي وقفت تماما. الناس دي اللي انتهوا ناسك انتهوا. الدعم السريع انتهى تماما تماما تماما. الدعم السريع يتفرتك. الدعم السريع الان جوا عباره عن بركان، عباره عن زلزال جوا. حكايتهم انتهت، قصتهم انتهت تماما 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 تماما. ناس اللي بتراهن الان القحاطه جارين ليه؟ لانه عارفين سيدهم انتهى، عارفين الجنجويد انتهوا، عارفين انهم القحاطه واثقين انهم انتهوا. الان بيلملموا في ما تبقى لهم، دارين يعملوا لك نحن وحنجي وسياسه، لانهم عارفين المشروع بتاعهم فركش. المشروع بتاعهم فركش. لا دعم سريع ولا دعم ما سريع ولا دعم بطيء. قصه انتهت، روايه خلصت، روايه خلصت. ممكن يجوك يقول لك خلاص احنا، لا معلش خلاص انتهت، انتهت تماما. القصه انتهت، القصه انتهت. في حاجه مهمه جدا جدا لقيادتنا ولاستخباراتنا ولناسنا الفوق. انت ما جبت الناس ديل، جبت الناس ديل المتمردين ديل جو الان قاعدين في الخرطوم، مما جبتهم قاعدين ياكلوا ويشربوا ونايمين. لا استفدتوا منهم، لا حركتوهم، لا سويتوا. دي نحن بنعتبره لعب بالدوله السودانيه وبامن الدوله السودانيه. كيكل ده لما جاء من الميدان بالكاكي بتاعه بتاع الجنجويد، وهو اشتغل طوالي في الميدان. طالما انت عندك ناس تستفيد منهم في الميدان. الناس ديل قدمهم في الصفوف الاماميه. انت بتاكل فيه ونشرب فيه ونتغذى فيه لبتين. داري نمشوا بتين لبتين. ما انت خدتيه ولا شنو يعني في الخرطوم؟ في شنو فيها الخرطوم؟ كل اللي بيسلم فيه بارا ومش اللي يتسلم يجيبوا لك الخرطوم. فيها شنو؟ الخرطوم ما فيها حاجه لغايه الان. الناس تسلمت دي جايين جاريين وقاعدين جوا. في شنو في الخرطوم؟ ما في حاجه. المفروض لغايه العام الناس دي تتقدم الصفوف طوالي وتمشي قدام، تورينا بيان بالعمل، تورينا بيان بالعمل. لكن مستحيل كل زول سلم
جايين الخرطوم قاعدين الان يتردموا في القهاوي وتحت البحر وفي الكباري وستات الشاي، وكل زول شايل تليفونه وقاعد. الكلام ده كلام فارغ صاي ما عنده اي قيمه. كيكل ده ما جاء بور السودان ولا عمل مؤتمر صحفي ولا مشى، طوالي داس من جوا، بدأ يشتغل طوالي. وده الفرق الناس لما تتكلم هنا، ده فرق كبير بين النرقبة وبين ديل وبين كيكل ما جو ناس استقبلوه ولا عملوا له مؤتمر صحفي ولا قاعد له في كيكل طوالي داس مع الناس. معارك الجزيرة دي كلها ما وقف ولا قال خلاص ولا مشى بورسودان اخذ له لا، طوالي داس. حرروا الجزيرة ما وقف، مشى طوالي ليه وصلوا كوبري شرقان ما وقف، جا كردفان ما وقف. النرقبة ماله قاعد لسه ما تمت فترة الوحم بتاعه ما تم، ما خلاص اطلع قول لي يلا راح ورينا. ناس نرقبة، ناس بقال، دين ناس غدر وخيانة، تخطهم معاك بيغدروا بيك بيخونوك بيبيعوك. لا كانوا فارقين معاهم، دين ناس بيقفوا بعيد بيشفشفوا بعد ما الناس تخش، بيخشوا يشفشفوا ويشيلوا الحاجة السهلة ويقعدوا يعملوا لك مضروب انا مضروب هنا، وكله كلام ما عنده اي قيمة. الان الدولة السودانية الغاية العام الناس الراتبهم في الخرطوم ديل، انت كأنك رجعت 2019، كأنك الان انت في 2019. الناس دي طوالي قدام الصفوف الامامية يسلمون المقدمات هناك قدام الصف الاول، يورونا كتابهم شنو ورقهم شنو. لكن قصة الناس تتقدم وتخليهم في المدن بورق، المدن كلها اتملت، كله ناس جايين يسلموا، بس جايين المدينة ديل ما جايين يسلموا، ديل جايين خايفين هاربين، ديل جايين هاربين خايفين. قولا واحدا فرق لما تيجي تخطه اللي مع ناس كيكل ولا بيتغارن. في ناس حارقهم والله يكتر حاجة. انت داير تعرف كيكل عمل شنو؟ انزل لاهلنا ناس الجزيرة ووروك. انت داير تعرف كيكل سوى شنو؟ انزل لاهلنا. الناس اللي كان معاهم كيكل عارفين سوى لهم شنو؟ انت ما عارف، انت ما سويت حاجة، هو سوى لهم، هون عارفين العمل شنو، هون عارفين سوى شنو. الان الناس المرقدين في الخرطوم وين طوالي يقول لنا راح قدام، وديهم قدام طوالي، ما عارفين المداخل وعارفين المخارج وبتاع الجاكمز ده، الجاكمز بتاع التشادي، التشادي جسد لممس التشادي عند تشادي، الهوير ده تشادي عديل تشادي، الجاك سلم ده تشادي وكان مسؤول من التجنيد هناك وبيلقط، وجاك من محور بارة، خلاص امشي بيه بارة 15 عربي، دار تسمنه دار تعلفه، خدت له شنو؟ راح طوالي بارة اخلص. حتقعد لبتين انت تنتظر وتخلي الشعب السوداني ما بيقبل يا لغاية العام. لو شلت الاطفال ديل رضحتهم، ولو شلت عملت ودقيت باب الشعب السوداني لن يقبل اسمع مني، لن يقبل لا تعايش مع الجنجويد، لا تعايش مع القحاطة، لا تعايش مع من استباح وعام، لا عفو عام ولا عفو خاص. قولا واحدا بالنسبة لنا مجارمة، بالنسبة لنا جنجويد، لا عفو عام ولا عفو خاص. الجرائم اللي عملوها ما بتسقط، حنحاكمهم بيك ولا بدونك حنحاكمهم، انت موجود ولا انت ما في حنحاكمهم. اسمع مني، بيك بدونك حنحاكمهم، انت موجود ولا انت ما في حنحاكمهم. كان نرقبة، كان سافنا، كان بقال، وكان الجمعة وانا التشادي الجدا ده طوالي يرفعوا له بوجه ولبسوا سرواله وسلموا لي تشاد، سلموا لي تشاد، ده تشادي. الدولة السودانية ما هي وينه عشان احنا نخلي حقنا، عشان شنو يعني؟ باركوها يلا كون السلام، عمره ما كان كلمات. غلطتنا التاريخية اللي احنا بندفع ثمنها 76 نميري لما انعفل مرتزقة بتاع ليبيا، الان احنا بندفع ثمنها. حنجي نحن نقع في غلط ونحفل مجال مدين عشان بعدين الدولة السودانية تدفع ثمن ثاني؟ لا،
ما بنخليهم يكتبونا انه نحن تغشينا، ما بنخلي التاريخ يكتبنا انه نحن تغشينا. احنا شفت حشتنا دي بنمجضها بيك يا القائد العام ولا بدونك مع قائد تاني، حشتنا دي بنمجضها قسما عظما، حشتنا دي بنمجضها. ما عندنا حاجه بترجعنا ولا في حاجه بنقعد نلعب ونقول والله يلا كون وباركوها السلام. عمره ما كان كده، الكلام اللي بتعمله في ده عمره ما عنده علاقه بالسلام. القصه ما سياسه ومؤتمر ومنو اللي بيحكم، القصه استباحه الدوله السودانيه، القصه كانت تغيير ديموغرافي، القصه كانت طردنا من بيوتنا، طردونا من بيوتنا. ما في القحاط اللسه اللي بيجيك يطلع عليك عبد الماجد يقول لك انا قالوا يا والله العظيم كونك ذاته ما تنتقد وتكتب خبر زي ده، والله الواحد بيحس انه في حاجه فيكم غلط. انا ما بعرف كنتم مجردين من الوطنيه بتاع المصالح. الواحد كانه ده وطنك يا عبد الماجد عبد الحميد، ده وطنك، دي بلدك.